يا سلام، والله فرحنا فرحة كبيرة بقدوم المدرب المغربي طارق السكتيوي لمنتخب عمان. يا حي الله بالمغاربة، ناس طيبين وذكيين وكرمهم معروف في كل العالم. إن شاء الله يكون خير علينا ونشوف منتخبنا يلمع ويتألق مع هالمدرب الرائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناتكم. كيف ما شفتوا معايا الخبر تأكد هو أنه طارق السكتيوي هو اللي غادي يكون المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان الشقيقة. تنتمناو ليه كل النجاحات، تنتمناو كل النجاحات لسلطنة عمان. إن شاء الله هذا المنتخب هذا هو يستفد من الخبرات ديال المغرب والمغاربة، والخبرات نتاع طارق السكتيوي تبارك الله، اللي هو انسان متواضع ولكن شغوف بالكره القدم وتيخدم من قلبه. تنتمناو ليه كل النجاحات. المهم خليكم تشوفوا معايا الفيديوهات ديال بطارق السكتيوي وبهذا التعاقد هذا. خليكم معايا. هذا الفيديو الإخوة العمانيين تحديدا مبارك عليكم. هدية العيد وصلت رسميا. المدرب المغربي طارق السكتيوي مدربا للمنتخب العماني لكرة القدم خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش. شخصيا كنت أتوقع أن المدرب طارق السكتيوي إذا لم يكن مدربا للمنتخب المغربي فسيكون مدربا إما للمنتخب العراقي أو المنتخب العماني. أي والله المنتخب العماني يستاهل، منتخب جدا متطور ومحتاج فقط مدرب رائع، وأتمنى أن يستفيد المنتخب العماني من التجربة المغربية سواء على مستوى المدربين أو على مستوى الفئات السنية. طارق السكتيوي صاحب مقولة التواضع جميل ومن تواضع لله رفعه. أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. تستاهلوا، وكل التوفيق للمدرب السكتيوي وللمنتخب العماني وللكرة العمانية بشكل عام. هو الاتحاد طلع عيدية، وطارق السكتيوي المدرب اللي فاز مع رديف المغرب بطولة كاس العرب الأخيرة. ما أدري يا أخي كنتم مخبين مفاجأة للعيد ولا مع نزول المطر؟ يا أبو مدرب يعرف منتخبنا ويعرف مشاكله ويعرف يعني ما بينصدم نفس اللي راح، وأحلى شيء فيه يشتغل على الجرينتا. هنا لما يقول لك صفي نيتك وذبها على القبلة. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. والتواضع جميل، من تواضع حقيقة من تواضع لله رفعه. الإخلاص في العمل أكيد أن ربك يوفق. وهنا أرجع أنا وصح رسالتي للمتشائمين، يا أبو لكم مدرب زين، خفوا شوي وبسكم بقبقة. هذا الخبر الحلو من الاتحاد العماني. رسميا الاتحاد العماني يتعاقد مع المدرب طارق السكتيوي لتدريب منتخبنا العماني الأول. مدرب لديه إنجازات تاريخية في تحقيق بطولات مع المنتخب المغربي، وآخر بطولة حققها كان كأس العرب في قطر. والله أتمنى من هذا المدرب أن يحقق لنا الإنجازات يلي يتمناها المنتخبنا العماني، وأن يبحث لنا حلول في المرحلة يلي يمر عليها المنتخبنا العماني في المستوى الصعب. كل التوفيق لمنتخبنا العماني والاتحاد العماني وديما مغرب. عاجل ورسميا بطل العرب أسد الأطلس المدرب المغربي طارق السكتيوي رسميا مدربا للمنتخب العماني خلفا للمدرب كارلوس كيروش. هذا المدرب الذي أينما حل وارتحل يضع بصمته مع الفرق التي دربها. آخر إنجازاته تتويجه مع المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب، وكلنا رأينا كيف ظهر أسود الأطلس مع هذا المدرب بمستوى رائع وكبير. وأيضا أتوقع أن هذا المدرب سيصنع من المنتخب العماني منتخب مرعب آسيويا وعالميا. كل التوفيق للمدرب طارق وأيضا للمنتخب العماني. وطبعا أول لقاء سيكون تحت قيادة المدرب طارق السكتيوي مع المنتخب العماني يوم الجمعة القادمة في مباراة ودية أمام منتخب سيراليون. كل التوفيق لهما، تحياتي لكم. رسميا يا جماعة الخير، طارق السكتيوي مدربا لمنتخبنا العماني، المدرب المغربي اللي قبل أشهر قليلة حقق كأس العرب مع المنتخب المغربي، اليوم مدرب لمنتخبنا العماني. مدرب من المدرسة المغربية اللي أثبتت مؤخرا نجاحاتها الكبيرة سواء على المنتخبات الوطنية المغربية أو المنتخبات العربية. ولنا في المنتخب الأردني خير مثال، عموته مع المنتخب الأردني نهائي كأس آسيا لأول مرة في التاريخ.
السلامي مع المنتخب الأردني أول تأهل لكأس العالم، وعقبالنا إن شاء الله مع السكتيوي إن شاء الله مدرب يناسبنا احنا كمنتخب عماني. قليل التصريحات كثير الفعل، وإذا صرح وتكلم هذا كلام. أهلا وسهلا وأهلا بالأخبار الجميلة. الاتحاد العماني يتعاقد مع المدرب المغربي طارق السكتاوي. طبعا هذا المدرب جدا مميز وله إنجازات، وأهم إنجازاته كانت قريبة، كأس أفريقيا للمحليين، كأس العرب، ولعب لك بالرديف وعمل لك شغل جدا مميز. أنا حقيقة أحيي الاتحاد العماني على هذا الاختيار المميز. ليش؟ لأنه إحنا نتمنى أن المنتخب يصل للمستوى اللي كل عماني يتمناه. نريد إنجازات، نريد ألقاب، نريد أشياء مميزة. بإذن الله تعالى لما يرتفع المنتخب بالدوري العماني أكيد راح يتحفز وراح يوصل إلى المستوى اللي كنا إحنا نتمناه بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق لهذا المدرب، مثل ما عمل شغل في المغرب بإذن الله تعالى راح يعمل في المنتخب العماني، ونسأل الله التوفيق للكرة العمانية. اليوم بمجرد الإعلان عن المدرب طارق السكتيوي يمكن لأول مرة من فترة طويلة جدا يكون في إجماع أو شبه اتفاق على أن هذا الرجل يصلح لقيادة المنتخب خلال الفترة القادمة، قياسا إلى ما قدمه في السنوات الماضية على مستوى مسيرته كمدرب. سكتيوي مع المغرب الفاسي حقق لقب بطولة كأس العرش المغرب اللي هي بطولة الكاس، وحقق مع نهضة بركان لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية اللي هي كأس الاتحاد الأفريقي، ونجح في قيادة المنتخب المغربي الأولمبي تحت 23 سنة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة إلى الميدالية البرونزية كأبرز إنجاز عربي يحقق على مستوى الأولمبياد. ومع فريق أو المنتخب المغربي المحلي حقق بطولة أفريقيا للمحليين، وبرديف المنتخب المغربي نجح في أنه يحقق بطولة كأس العرب اللي أقيمت مؤخرا في الدوحة، وقابل منتخبات كانت موجودة بالصف الأول ونجح في أنه يتفوق عليهم ويفرض أسلوبه عليهم ونجح في أنه يفوز باللقب. كل هذه الإنجازات خلال الفترة الماضية تجعل من احنا كشارع رياضي متفائلين بالفترة المقبلة اللي راح يكون فيها المدرب طارق السكتيوي مدرب منتخبنا الوطني. طيب، هل نجحنا احنا مع المدربين العرب؟ يمكن خلال السنوات الماضية ما كانت في تجارب كبيرة مع المدربين العرب باستثناء المدرب المواطن طبعا. التجربة مع الراحل المصري محمود الجوهري ما كانت بذلك النجاح في توقيت يمكن كانت في كرة القدم العمانية وايد تعاني من شغلات فترة التسعينيات وما قبل التسعينيات. الوضع حاليا ممكن يكون شوي مختلف من عدة جوانب، أولها وأهمها أن على أقل تقدير المدرب الحالي سكتيوي ممكن يلاقي الدعم المطلوب سواء من الاتحاد أو من الوزارة أو حتى من الحكومة لإعداد منتخب قادر على المنافسة في الفترة القادمة. الشغلة الثانية، المدربين العرب في السنوات الماضية أيضا أثبتوا نجاحاتهم مع المنتخبات العربية. الأردن كمثال نجح في أن يفرض أسلوبه ويكون له حضور رائع جدا بقيادة مدربين عرب. المنتخب مثلا القطري في فترة من الفترات مع المدرب جمال بالماضي حقق لقب بطولة كأس الخليج، حقق لقب بطولة غرب آسيا، وكان حاضر بشكل جيد جدا مع جمال بالماضي. وبالتالي نجاح التجربة العربية في أماكن معينة ممكن أنها تتواصل مع النجاح أو ممكن أنها تتواصل معنا احنا في الفترة القادمة، لكن هذا مش شرط. ثالثا، احنا نتكلم عن التطور الكبير اللي تشهد كرة القدم المغربية في جميع الجوانب، على مستوى المراحل السنية، على مستوى إداري، على مستوى فني، على مستوى منتخب أول، وحتى على مستوى المدربين. والأمثلة كثيرة وموجودة وحاضرة، وتعلمنا من خلال السنوات الماضية أن المدرب المغربي حقق نجاحات ولو كانت في أماكن محصورة، لكن أيضا خلال الفترة الحالية في نجاحات قاعدة تتكون من خلال المدربين المغاربة. هل ينجح معنا ولا لا؟ هذا أمر كله يعني الموضوع لا يعتمد على طارق السكتيوي بس كمدرب، الموضوع يشمل ايش احنا ممكن نقدم للسكتيوي في الفترة القادمة، ايش احنا ممكن نهيئ له، ايش هي الظروف اللي ممكن يشتغل فيها، ايش هي التسهيلات اللي ممكن يقدمها الاتحاد، تقدمها الوزارة، تقدمها الحكومة، كيف ممكن احنا نطور من البيئة اللي يعمل فيها المدرب اللي هو مدرب المنتخب. كما شفتوا معايا كان هذا هو الفيديو ديالنا، تنتمنى انه يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوناش باللايك والاشتراك وشي كومونتير زوين. تحيه لكم ونهاركم مبروك.